الله حقوق أغوش زكاتم يتصجتو بلن مقشا أتقور تي بزلفقة خما تي بسم قواشا خما تي نسا خما تي بزلفقة حماتما أفسقاحا شبقر زي أقيناغر صورة مرج خوجن أدغابزر سويتسكم أصل الحج شنخاب زخري أخص الحج زوج أزاق ونحصيج على ما عصم غص أغميز وأغش وقوات زرس لغرم خطو خطي زرتج أقيحو فلجن فاي الزيف وأغبتج على خما أدغا خبز الداككر آكت الحجنر الزيف وأغب تجعلم أدغب زداكر تانا دالفبزر تيخب قطحابزر آوت الحجنر عرصص تشاقوغو شب قريقص شاقوغو أوفرز غتساج أنجا شب قوي ثابسس قزخج إغم عش فدك واجي قصوي الحاغ عش فدك خريز غتساج أناس وشت سوت شاقوغو يجي سوت تتلاقو شبقم يتساجا أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن بدرس جديد وحرف جديد. حرفنا اليوم حرف الغين. الجي مع زائد المضخم بصير غين. حرف الغين. غين له شكلين من الكتابة، شكل كبير وشكل صغير، ونوعين من الكتابة، نوع مطبعي ونوع يدوي. نوع مطبعي ونوع يدوي. نبدأ الآن بنص الدرس. في على اليسار رسمة مكتوب تحته قغاغ. قغاغ. قغاغ يعني ورد زهر. قغاغ ورد زهر. كلمة من جذور الكلام، ما في شيء إضافي له أبدا. قغاغة كلمة موحدة. قغاغ. تحت في كلمة، إذن قغاغ معناتها وردة زهرة. تحت في كلمة جباغ. جباغ اسم علم. جباغ اسم علم، ويدخل هذا الاسم في الأساطير على أساس أنه هو واضع العادات الشركسية، أو كان المرجع في العادات الشركسية جباغ. جباغ اسم علم. قاغج. قاغج. قا القاف لحاله. القاف لحاله بيدل على اتجاه الفعل، والألف بعده معناته جمع. قاغج. قيغج. قاغج. الغ معناته ايمت ما دخل على جذر الكلام معناته جعل او يجعل او يصير. قاغج. معناته نمو. نمو. ما أرض. الأرض له كتابة ثانية. قاغج يستنبتون. يستنبتون النبات. طبعا عم بزرع النبات، عم بيستنبتوه. إذن قاغج القاف لحاله اتجاه الفعل. الألف للجماعة. الألف للجماعة. الغ جعل. نبت انبات. قاغج يستنبتون. يستنبتون. قاغج. قاغداخ. قاغداخ تحت إذن جن معناته نمو. نمو النبات. قاغداخ. قا إذن القاف اتجاه للكلم الفعل. الآل بدل الجماعة. قيغداخ يجمل.
أما قاغ داخ صار جمع هون. قاغ جعل داخ جميل، قاغ داخ يجملونه أو يجملونها، يجملونه أو يجملونها. قاغ داخ، قاغ داخ. هون في عنوان للنص المكتوب قغاغ خر. قغاغ ورد، الخاء للجمع، قغاغ وردة، قغاغ خ ورود، الآر للتعريف، قغاغ خر الورود، الورود الزهور. قغاغ خر. قبسرة جباغرة قغاغ بو قاغج. قبسة اسم علم، جباغ اسم علم. معلش في واو العطف بيناتهم. قبسرة الار فتحة واو عطف يلحق باثنين. قبسرة جباغرة قغاغ بو قغاغ ورد بو كثيرا قاغج يستنبتون، يستنبتون قاغج يستنبت. إذن من عيد الجملة قبسرة، قبسرة جباغرة قغاغ بو قاغج. قبسة وجباغ أسماء أعلام، بنت وولد. قبسة بنت، قبسة بيجي بمعنى قريب ذو رحم، يعني قرايب، أو بيسموه أسماء البنات كمان قبسة بيسموه. جباغ، جباغ اسم علم. قغاغ، قغاغ أو قغاغ الزهر بو كثيرا قاغج يستنبتون الكثير من الزهور. قغاغم، قغاغم شاقر قاغداخ. قغاغ، قغاغ زهرة وردة. الميم فتحة اللي بعده بصير للجمع لأنه اسم، لأنه اسم. ميم فتحة، ميم فتحة. إذا ميم الفتحة إذا اتصلت بالأسماء شعلة، شعلمة، بشاشة، بشاشمة، بصير جمع. وأنا بصير جمع. بيجي الخي كمان بيجمع كمان. أدوات جمع عنا أداتين حاليا، عنا أداتين. قغاغم م. إذا الم هذا إذا اتصل بالأسماء بصير جمع، وإذا اتصل بالأفعال بصير إذا. وشخمة، وشخمة إذا أكلت. وجقم ونمقق أج إذا لعبت رجعت على البيت إلى آخره. إذا الماء هذا مر معنا وقلنا مع الأسماء بصير جمع، أداة جمع، ومع الأفعال بصير استفهامي إذا. إذا. قغاغم الزهور. شاقر، شاق أرض الدار، شاق أرض الدار. وبيقولوا أقو كمان. أقو كلمة أصلا تركية، إف بيقولوا أقو كلمة تركية. شاقو أرض الدار. قاغداخ شاق أرض الدار. والآر هنا الأرض الدار، أرض الدار. قاغداخ يجملون، يجملون أرض الدار. الزهور يجعلون الدار جميلا أو يجملون أرض الدار. قغاغم شاقر قاغداخ. الزهور يجملون الدار. طبعا نحن قلنا بالمبتدأ أو الاسم الفاعل والاسم والمفعول به يتقدمون على الفعل باللغة الشركسية دائما. بهذا بدكم تاخذوا حذركم منه. قغاغم الشاقر قاغداخ. قغاغم الشاقر قاغداخ.
إذن الورود يجملون الدار أو يجعلون أرض الدار جميلا. هنا في سؤال، تحت في سؤال، وأنت قغاغة ورد قوغجأ ق اتجاه الفعل، وأنت غج غ جعل ج معناته نمو. هل أنت تستنبت الزهور؟ هل أنت تستنبت الزهور أو تزرع الزهور؟ قوغجأ معناته استنبات أو زراعة قوغجأ. وقغاغة قوغجأ، طبعا قوغجأ صار في كسرة وراها، شالوا الكسرة حطوا الألف، الألف بصير استفهامي. إلا حروف الاستفهام بيجي بآخر الأفعال ما بأولهم. ما بيقولوا هل تذهب بالعربي، بيقول تذهب هل بهالمعنى هذا. قوغجأ بعده إشارة استفهام، قوغجأ بعده إشارة استفهام. تحت في كلمات، طبعا كلمات مشان حفظ تركيب الكلمات. مثلا جديد، غا ما له معنى، ما خذ، ش كل فعل أمر لازم، تش فعل أمر لازم يعني ما متعدي، جه معناته اصرخ عيط لبين يعني أو أذن، جه كمان فعل أمر لازم. هنا حرف الياء لحاله معناته يعني سيء ما بسوى، يأتي بمعنى سيء أو ما بسوى. غاج اجعله يصرخ أو يؤذن، غشخ ممكن يكون اجعله يضحك، غتخ لحالة ما له معنى. غتخ جبغ معناته، غتخ جبغ ببيه معناته موصول مع كلمة ثانية يعني. غتخ هسه معناته الزراعات الربيعية. غتخ وشخ معناته المطر الربيعي. مت يعني بيجي معنى غير معطى، ولكن ما يعني معنى هزيل شوي. مؤ غير مقال، لم يقل يعني، أو بهالمعنى. بجوز يكون هن ما قاصدين فيها المعاني بقدر ما قاصدين فيها تعليم الطالب على قراءة الكلمات. إذن منعيد الدرس بسرعة. غ حرف الجي مع حرف التضخيم بصير غ. قغاغة زهرة قغاغة وردة زهرة. بعدين جباغ اسم علم. قاغج القاف يحدد اتجاه الفعل. ألف للجماعة. غ جعل استنبات. قاغج يستنبتون يزرعون. قاغداخ يجملون يجعلونه أو يجعلونها جميلا. قاف اتجاه الفعل، الألف للجماعة بعد القاف. الغين جعل، داخ جميل، يجملونها يجعلونها جميلا. عنوان النص قغاغة خر. قغاغة زهرة وردة، خ جمع الأر. للتعريف قغاغة خر الأزهار، الورود. قبسرة جباغرة قغاغة بو قاغج. قبسة اسم بنت، جباغ كمان اسم ولد. قغاغة أو قغاغة ورد
زهر بو كثيرا قاغج قاغج يستنبتون قاغج يستنبتون قغاغم قغاغ زهرة م بعد الاسم صار جمع قغاغم الزهور شاقر شاق أرض دار شاق أرض دار شاقر التعريف قاغداخ يجملونها قا القاف اتجاه الفعل الألف للجماعة غ يجعلون داخ جميل يجعلونها جميلا أو يجملونها أو يجعلونها جميلا. هنا في سؤال تحت وقغاغا قوغجأ أنت هل تستنبت الزهور؟ سؤال الجواب قول قسغج قسغج آر قسغج نعم استنبته أو آر قغاغا قسغج أو سري قغاغا قسغج أنا أيضا استنبت الزهور. في هنا بالمربعات في كلمات يعني ما مقصود فيها يعني المعاني بقدر ما مقصود في طريقة قراءة الكلمات ج غا ما ش تخ ج ي غاج غشخ غتخ مت م. أعزائي الطلاب ننتقل الآن إلى كلمات الدرس. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات. الكلمات ضرورية جدا مشان تحفظوها. أول كلمة قغاغة قغاغة وردة قغاغة وردة. قاغج يستنبتون قاغج يستنبتون قاغج يستنبتون. غ إذا إجا قبل الفعل معناته جعل قبل الجذر للفعل. جذر من الفعل چن يعني أو چن. غج استنبت اجعله ينبت غج غ. إذن الغ بيجي مع جذر الكلام لأنه قوى ذهب غاقوى اجعله يذهب. إذن غ بيجي قبل الكلمة بيجي معناته سابقة أو برتخ برق كماشيش جعل غ جعل. تخث كتاب تخث كتاب تخث كتاب. خبخ خبخ ذكي لبيب يعني لبيب بيلبي الطلب بسرعة. خبخ إنسان مؤدب وذكي ولبيب. خبخ. قابزة نظيف قابزة نظيف قابزة نظيف. ثاغ عالي مرتفع ثاغ عالي ومرتفع ثاغ عالي مرتفع. شس ابقى جالسا شس بيصير جالر شس الولد جالس شس فعل أمر كمان ابقى جالسا. إذن جالس أو ابقى جالسا. هنا صبق افعل افعل. بق عضو هيكل جسم اسم شيء. صبق معناته فعل بالقواعد. الأفعال صبق كر الأفعال بالقواعد صبق كر. فعل الماضي والمضارع والأمر هذول الأفعال والأفعال بالتشركسي صبق.
معلش بيقولوا بالكتابنا اللي بالقوقاز بيكتبوا قلا كلمة روسية. معلش لما بيكون في كلمة بديلة بلغتنا ليش ما بنستعملها؟ ليش بدنا نستعمل كلمة غريبة ونموت كلمتنا؟ نحن لما بنستعمل كلمة غريبة عم تموت كلمتك، يعني لا. سبق فعل للقواعد، قواعد سبق. سبق الأفعال، سبق الأفعال. إذا منعيد كلمات الدرس: قغاغة وردة، قغاغة وردة. قاغج يستنبتون. غ بيجي قبل جذر الأفعال بمعنى جعل أو اجعل. تخث كتاب، تخث كتاب، تخث كتاب. خبخة، خبخة زكي لبيب، خبخة زكي لبيب. قابزة نظيف، قابزة نظيف، قابزة نظيف. ثاغ، ثاغ عالي ومرتفع. لاحظوا هون حرف الجي صار غ لأنه ما في وراها حرف أحد الواوين الأو أو الوا، بصير غ. ثاغ، ثاغ. شس، شس جالس أو ابقى جالسا. شس جالس أو ابقى جالسا. شس زيخ وابدها، اجلس، ما صار شيء لسه، خليك قاعد. سبق، سبق فعل. سبقكر الأفعال، هذا بالقواعد طبعا. سبقكر القواعد باللغة الشركسية. سبقكر واختر، بلج واختر، قوت واش واختر. هذول هن أفعال القواعد باللغة الشركسية. الآن ننتقل، أما قواعد بالنسبة لقواعد الدرس، قواعد الدرس نفس قواعد الدرس السابق. معلش منعيد قواعد الدرس السابق. العمود الفقري بالقواعد اللغة الشركسية هن أولا الأسماء. الأسماء، أسماء البني آدمين والأشياء، يعني الأسماء قوات سكر، قوات سكر. والإنسان من الأشياء معتبرينه لأنه يعتبر الشيء يعني هو الكائنات الموجودات. الصفات الذي بيبين نوعية أشكال هالأسماء. الصفات بتسوكر الصفات، بتسوكر الصفات. بعدين سبقكر الأفعال. سبقكر ببين أن هؤلاء الأسماء ماذا يفعلون وماذا سيفعلون. هذا سبقكر الأفعال. بعدين بشغات سكر ببين هؤلاء الأشياء أعداد وتسلسل هذه الأعداد. بشغات سكر. هدول دروس القواعد من هون ل20 درس، هدول اللي بدنا ناخذهم هن 4. أولا مثل ما قلنا الأسماء، الأسماء الأشياء وأسماء الأشياء، مثلا قوات سكر. بعدين صفات هذه الأسماء، كيف، طويل، عريض، مجتهد، كسلان، بسموهن هون بتسوكر الصفات أو بتسوات سكر. بعدين الأفعال سبقكر الأفعال ببين ماذا يفعلون هؤلاء الأشياء الأسماء. سبقكر. بعدين بيجي بشغات سكر أسماء الأعداد، أسماء الأعداد بشغات سكر. إذن هن 4 أشياء رئيسيات مثل ما بتقول باللغة العربية في اسم وفعل وحرف. نحن هنا كمان بنقول في الأسماء الأشياء، الصفات، الأفعال، أسماء الأعداد. هن هذول القواعد، العمود الفقري
قواعد اللغة الشركسية. أعزائي الطلاب، نتمنى لكم حفظا جيدا، ونتمنى أن الأمهات السيدات الكريمات والخالات والعمات والآباء اللي بيتفرغ لكم يساعدوكم في حفظ هذه الكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.